ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعين لكم بقضية جديدة. ان شاء الله تعجبكم يعني ونبدأ على طول علشان ما اطولش عليكم. في خيانات بتكسر القلب، وفي خيانات بتكسر العقل. بس الخيانة اللي حصلت في الفيلا رقم 18 كسرت كل حاجة. بيت فخم، زوجين من الطبقة الراقية، وجثة ملهاش ملامح في البدروم. دي مش قصة خيالية، دي وقائع تقف عندها العقول. فيلا فخمة في كومباوند راقي في التجمع الخامس، القاهرة الجديدة. الفيلا معروفة بين الجيران بأنها دايما هادية، مفيهاش أصوات ولا مشاكل. الساكنين الدكتور شريف أيمن، جراح تجميل ناجح، ومراته نرمين سامي، سيدة مجتمع رقيقة جدا، منظمة حفلات ومناسبات. من بره الحياة شكلها مثالية، بس الحقيقة كانت النار مشتعلة جوه الفيلا، بس من غير دخان. شريف بدأ يحس إن في حاجة غلط. كل يوم الساعة 2 الظهر نرمين بتختفي جوه أوضة المكتب، بتشغل مزيكا هادية وبتقفل الباب عليها بالمفتاح. والشغالة الجديدة سماح شافت أكتر من مرة عربية بتقف ويمشي راجل منها، بس عمره ما بيدخل من الباب الرئيسي. الموضوع كان غريب، لكن اللي خلى الشك يزيد إن نرمين بقت تتعامل مع شريف ببرود، وكأنهم مش متجوزين من 12 سنة. شريف الشغالة قالت له ان في حاجات مريبة ابتدت تحصل في الفيلا. في عربية كل يوم الساعة 2 بتقف قدام باب الفيلا، وبعدين تتحرك العربية، بس محدش بيخبط او بيدخل الفيلا اصلا. شريف خد الكلام منها مش بمحمل الجد، يعني قرر انه يفكر في الموضوع يعني بينه وبين نفسه. وبعدين قال طب انا هتعب نفسي ليه؟ انا اركب كاميرات تجيب لي مدخل الفيلا اللي ورا، الباب الخلفي للفيلا ده ما كانش متركب فيه كاميرات. وبالفعل شريف قرر يركب كاميرات مراقبة صغيرة، والكارثة اتكشفت. الساعة 2:05 بالظبط بيبان إن في حد بيدخل من الباب السري اللي ورا في المطبخ الخلفي، وبيدخل منه شاب صغير. الشاب ده اسمه ياسر، طالب جامعي وسيم. طلع إنه عشيق نرمين بقاله سنة ونص. لكن المصيبة كل حاجة بتحصل في أوضة شريف نفسه، أوضة فيها صورهم وهدومه وكل ذكرياته. شريف مواجهش مراته، قرر يلعبها بطريقة تانية. بدأ يصور كل حاجة وياخد نسخ من التسجيلات، وابتدى يقابل محامي ويجهز لقضية خلع واتهام بالخيانة وتشهير علني. لكن اللي ما كانش يعرفه إن نرمين كانت حاسة إن في حاجة غلط، وسبقت بخطة أبشع. وفي يوم الاتنين شريف مرجعش من الشغل، موبايله مقفول، مفيش أثر لعربيته. مراته قالت إنه سافر مؤتمر، لكن بعد 3 أيام بلغ الجيران إن في ريحة، يعني ريحة كريهة خارجة من البدروم. ولما البوليس جه وفتش لقوا جثة مشوهة ومحروقة جزئيا، مش باين ملامحها. لكن كان في كارت في جيب البنطلون مكتوب عليه دكتور شريف أيمن، جراح تجميل. نرمين انهارت وقالت أنا صحيت لقيته مقتول قدامي.
والعشيق هو اللي عمل كده. لكن آسر لما اتقبض عليه قال كلام تاني خالص. قال إن هي قالت له إن جوزها بدأ يشك فيها، وإن لازم نخلص منه قبل ما يفضحنا. والأبشع إن آسر اعترف إنهم حاولوا يحرقوا الجثة ويشوهوا ملامحها، لكن نسيوا إن في كاميرات كانت بتسجل في البدروم. في المحكمة الفيديوهات كانت دليل قاطع. نرمين وآسر اتثبتت عليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. اتحكم عليهم بالإعدام شنق، والفيلا اتقفلت بالشمع الأحمر. الفيلا رقم 18 بقت مهجور، مفيش حد قرب منها من وقتها، وكل اللي يمر من قدامها بيحلف إنه شاف نور بينور الساعة 2 الظهر، وصوت ست بتضحك وبعدها صرخ. مستني رأيكم في الكومنتات. هل شايفين إن الموضوع وإن دكتور شريف كان يستاهل كده فعلا؟ مستني رأيكم. سلام.